أسئلة الدرس الأول: الحضارة والتاريخ. السؤال الأول: ركز ويل ديورانت في مفهومه للحضارة على التقدم في الجوانب الاقتصادية، تأثير الدين في حياة الشعوب، التقدم في العمران والفن. احنا قلنا ان ويل ديورانت قال إذا تحرر الإنسان من خوفه تظهر لديه عوامل الإبداع والإنشاء، وأشار إلى بناء الأهرامات في العصور القديمة. تبقى الإجابة: ركز ويل ديورانت في مفهومه للحضارة على التقدم في العمران والفن. استطاعت الدولة الأموية فتح بلاد الأندلس في العصور الحديثة، العصور الوسطى، التاريخ المعاصر. طب أنا ما خدتش فتح بلاد الأندلس، ولكن خدت إن من سمات العصور الوسطى انتشار الفتوحات الإسلامية. تبقى الإجابة: استطاعت الدولة الأموية فتح بلاد الأندلس في العصور الوسطى. سيطر الطابع الديني على العصور المعاصرة، الحديثة، الوسطى. احنا قلنا من سمات العصور الوسطى سيطرة الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، وظهور الإسلام في القرن السابع ميلادي. تبقى الإجابة: سيطرة الطابع الديني على العصور الوسطى. تتواصل الأمم والحضارات على مر العصور، اللغة والتراث، طرق المعمار والإنشاء، النشاط الاقتصادي. احنا قلنا تتبادل الشعوب تراثها الحضاري عن طريق ايه؟ الهوية الثقافية. طب ايه هي الهوية الثقافية؟ هي اللغة والتراث. تبقى الإجابة: تتواصل الأمم والحضارات على مر العصور باللغة والتراث. مفهوم الحضارة عند ويل ديورانت يتشابه مع مفهوم التاريخ من الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الديني. احنا قلنا مفهوم الحضارة عند ويل ديورانت ايه؟ نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. تبقى الإجابة ايه؟ مفهوم الحضارة عند ويل ديورانت يتشابه مع مفهوم التاريخ في الجانب الاجتماعي. تعرضت أوروبا لانتكاسة حضارية خلال العصور الوسطى، العصور القديمة، العصور الحديثة. احنا قلنا ان من سمات العصور الوسطى قيام نظام الإقطاع وسيطرة الجهل والتخلف في أوروبا. تبقى الإجابة: تعرضت أوروبا لانتكاسة حضارية خلال العصور الوسطى. تتمثل العصور التاريخية التي أدت لقيام حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط، العصور الوسطى، العصور القديمة، التاريخ المعاصر. احنا قلنا من سمات العصور القديمة أنها قامت بها الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد فارس، حضارة فينيقيا، حضارة بلاد اليونان والرومان. تبقى الإجابة: تتمثل العصور التاريخية التي أدت لقيام حضارات كبرى في الشرق القديم وحوض البحر المتوسط إلى العصور القديمة. تتمثل العنصر المحرك للأحداث في العصور الحديثة: ظهور النهضة الأوروبية، قيام حركة الاستعمار، حركة الكشوف الجغرافية. احنا قلنا ان من سمات العصور الحديثة ظهور النهضة الأوروبية. طب قيام حركة الاستعمار وحركة الكشوف الجغرافية أيضا من سمات العصور الحديثة، لكن النهضة الأوروبية أثرت في مختلف المجالات. تبقى الإجابة: تتمثل العنصر المحرك للأحداث في العصور الحديثة ظهور النهضة الأوروبية. اهتمام المصريين بالآثار القديمة ومحافظتهم عليها يبرز الابتعاد عن التعصب، تنمية الشعور بالمسؤولية، استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة. احنا قلنا أهمية دراسة التاريخ تنمية الشعور بالمسؤولية للمحافظة على المكاسب التي حققها المجتمع.
تبقى الإجابة اهتمام المصريين بالآثار المصرية القديمة ومحافظتهم عليها يبرز تنمية الشعور بالمسؤولية. تعد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 من أهم ملامح العصور الحديثة، العصور القديمة، التاريخ المعاصر. احنا قلنا من سمات العصور الحديثة قيام حركة الاستعمار الأوروبي. يبقى الإجابة تعد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 من أهم ملامح العصور الحديثة. تسعى دراسة التاريخ إلى تحقيق الوحدة والتضامن من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية، الابتعاد عن التعصب، استخلاص العبر من تاريخ الأمم السابقة. احنا قلنا أهمية دراسة التاريخ الابتعاد عن التعصب، لأن العالم لم يقم على حضارة واحدة أو عنصر واحد أو لغة واحدة. تبقى الإجابة تسعى دراسة التاريخ إلى تحقيق الوحدة والتضامن من خلال الابتعاد عن التعصب. يعود فتح القائد الأموي قتيبة ابن مسلم لبلاد ما وراء النهر إلى العصور الوسطى، العصور الحديثة، العصور القديمة. طب أنا ما خدتش القائد الأموي قتيبة بن مسلم، ولكن خدت إن من سمات العصور الوسطى انتشار الفتوحات الإسلامية. تبقى الإجابة يعود الفتح للقائد الأموي قتيبة ابن مسلم لبلاد ما وراء النهر إلى العصور الوسطى. وصول الرحالة كريستوفر كولومبوس إلى قارة أمريكا الشمالية خلال العصور الحديثة، العصور القديمة، التاريخ المعاصر. طب أنا ما خدتش الرحالة كريستوفر كولومبوس. طب أنت خدت سمات العصور الحديثة قيام حركة الكشوف الجغرافية. تبقى الإجابة وصول الرحالة كريستوفر كولومبوس إلى قارة أمريكا خلال العصور الحديثة.